النهارده هنتكلم عن القولون العصبي. وانا عارفه قد ايه القولون العصبي ناس كتير قوي بتعاني منه. معظم الناس على الكره الارضيه بيعانوا من القولون العصبي. اسهال، امساك، انتفاخ، مغص، دايما تعبانين، دايما مش مرتاحين مع وجود الاكل. طيب انا دلوقتي لو انا اكلت الاكلات اللي تريح معدتي، مش اعراض القولون دي يا دكتور هتروح؟ هتروح اكيد. طيب هاكل ايه؟ بكل بساطه كده، اكلات بسيطه وسهله، هنمنع حاجات صرح بحاجات، وهنقول حاجات مفيده وحاجات عادي وحاجات ممنوعه خالص. اول حاجه عندك الشوفان. الشوفان لما اتكلموا عنه في الاول وقالوا ده الشوفان ده اكل للبقر، لا هو مش اكل للبقر. الشوفان مفيد جدا للجسم، بيشبع الجسم، بيريح المعده، بيريح معاك في القولون العصبي. الشوفان أكلة مفيدة جدا للجسم. الموز، اما هنجيب الموز مش نجيب الموز اللي هو منقط، لا احنا هنجيب الموز الني. الموز الني حلو جدا وبيريح القولون. التفاح بكل انواعه، هاتوا التفاح وكلوه بقشره. التفاح بقشره من اهم الاكلات اللي بتريح القولون العصبي. ولو سلقتوه في ميه او سويتوه في الفرن، بيطلع كمان البكتين اللي فيه اعلى، وبيعالج في القولون افضل العصبي، بيريح المعده اكتر، فبيبقى احسن وفايدته كمان بتبقى اعلى للجسم. المتخمرات يعني المخلل، الخيار المخلل، الحاجات المخلله، بس حاولوا تعملوها بملح الهيمالايا، بلاش تعملوها بالملح العادي، وحاولوا تقللوا الملح شويه وتعملوها في البيت عشان ما تعليش معاكم الضغط، وعشان ما تعليش معاكم كمان احتباس الميه في الجسم. انا مش عايزه الملح يبقى كتير عشان الميه بتتحبس في الجسم والوزن بيزيد، وبترجعوا تقولوا يا دكتور ده انا زايده عن ميزان 2 كيلو، ما هو بتبقى ميه من نتيجه الملح الكتير قوي اللي انت بتحطيه في اكلك. طيب انا اتكلمت عن خل التفاح وهتكلم عنه تاني، فوائده ملهاش حصر. فخل التفاح حطي معلقه على كوبايه ميه واشربيها بشاليمو عشان ما تتعبش اسنانك. خل التفاح مفيد جدا لمرضى القولون العصبي. طيب تعالوا نتكلم بقى كمان عن حاجه حلوه قوي لمرضى القولون، والسر حلو قوي انتوا مش عارفينه، في كل الانظمه بيبقى مفيد، وهو السمك. السمك صديق القولون، صديقه، صحاب كده مع بعض. يعني انت بتاكل سمك كتير فانت القولون بيهدى، فبتبقى اريح، معدتك افضل، الهضم بيبقى افضل، الاخراج بيبقى افضل. السمك صديق القولون. السمك صديق كل الانظمه الغذائيه المفيده اللي انا برشحها. السمك خلي يعني اسبوعك معظمه سمك، لو ما قدرتش على الاقل خلي يومين سمك، بس يعني ضروري يكون في سمك في نظامك الغذائي. طيب البطاطا الحلوة، البطاطا اللي هي مش البطاطس، البطاطا، بطاطا سويها، شويها، كليها طرية خفيفة على المعدة، من الأكلات صديقة القولون، وأكلات تريح معاك القولون جدا. بذور الشيا، بذور الشيا فيها بروتين عالي، ممتازة جدا. بتاخديها على ميه، بتحطيها على الزبادي، بتبقى مفعولها كمان مضاعف، لان الزبادي حلوه جدا وفيها بروبيوتيك، بيعالج المعده وبيهديها وبيهدي القولون جدا. بذور الشيا لازم تتحط في ميه، ما ينفعش تاخديها كده تبلعيها، لان هي بتنفش قد حجمها 20 مره، فممكن تسد معاكي المريء، ممكن تتعب جدا، ممكن تعمل مشاكل خطيره مميته. بذور الشيا لازم تتحط على يا ميه، زبادي، اي حاجه يعني، عصير، بس ما يكونش طبعا فيه سكر يعني كتير، او لو هتعملوا تعملوا بسكر دايت، سويتال. ممنوع تعملوا بالسكر الابيض، ده سم، انا بحذر منه دايما. السكر الابيض ممنوع في اي نظام من الانظمه. طيب القرع، القرع ممتاز، اعملوه باي حاجه يعني، باي طريقه انتوا تحبوها. صينيه بتسلقوه، بتحطوه في الفرن وبيطلع صوابع كده زي صوابع الشيبسي مقرمشه، بتاكلوها، بتدوها لاولادكم. حاجات مفيده، بدل ما تعملوا لهم بطاطس مقليه، اعملوا لهم القرع، حطوه في الفرن وحطوا عليه رشه زيت زيتون، هيطلع زي البطاطس صوابع كده، ياكلوه مقرمش ويبقى طعمه جميل جدا، احلى كمان من البطاطس المقليه. ومفيد جدا للقولون وبيريح المعده. واكل هيلسي يا جماعه، كل اكل نون هيلسي انتوا بتاكلوه انا عندي له بديل هيلسي. اكتبوا لي في الكومنتات ايه الاكله اللي انتوا بتاكلوها نون هيلسي ومش قادرين تستغنوا عنها، وقلنا يا دكتور قلنا ايه بديل بتاعها الهيلسي، وانا هساعدكم وهكتب لكم البديل بتاعها. طيب ايه تاني كمان يريح القولون معانا؟
الجنزبيل. الجنزبيل هاتوه، في ناس بتقرشه كده ني، دلوقتي في البان اصلا بالجنزبيل، في جنزبيل ناشف، تعمليه مثلا في المشروب جنزبيل، ممتاز جدا، بيريح القولون جدا وممتاز. الجزر. الجزر اوعى حد يقول لك في نظامك الغذائي اوعى تاخد الجزر اصل الجزر فيه سكر، لا الجزر يعني ممتاز جدا وصحي جدا، يعني مش احسن ما تروح تاكل سندوتش همبرجر، لا كل جزر جميل وممتاز جدا وصحي. والجزر بيقوي النظر كمان، غير ان هو يعني بيعالج معاك في القولون وبيريح المعده، كمان بيقوي النظر. طيب ايه كمان؟ بيبقى معاك دهون عاليه في الافوكادو، وكمان بيريح القولون. الافوكادو بيشبعك كمان فتره طويله، بيريح المعده، بيخلي المعده ما تشتغلش كتير، بيريحها وبيشبع فترات طويله لان فيه دهون صحيه. الافوكادو ممتاز جدا، كمان لو انت بتتبع كيتو الافوكادو حلو جدا ليك. بتحطه على سلطه، بتقطعه وتاكله كده، بتعمله عصير مع اللبن ممتاز، بتحطه مع فوق الزبادي، متقطع فوق الزبادي ممتاز برضو، مع معلقه عسل صغيره كده بيبقى ممتاز جدا. في طرق كتير واشكال كتير قوي للرجيم، تفتح نفسك على الرجيم وعلى الحياه، مش لازم تكبت نفسك في حاجات مسلوقه وصعبه وطعمها وحش وملهاش طعم. ليه يا جماعه؟ الرجيم حياه، حياة صحية انت بتنتقل ليها من حياتك اللي انت عايشها اللي هي النون هيلسي اللي خلت صحتك تتدهور، لحياة صحية تخلي صحتك تبقى احسن وانشط وافضل. اوعوا تفكروا ان الرجيم ده عقاب، الرجيم ده حياة احلى، حبوها وتأقلموا عليها ولقوا البدايل الصحية لكل حاجة انتوا بتاكلوها غير صحية. ولو مش عارف اسأل مختص هيساعدك. طيب نيجي لاخر حاجه وهي طبعا الكينج بتاعنا، الزبادي. انا عايزاكم تاكلوا كل يوم زبادي، لو قدرتوا تاكلوها الصبح وبالليل كلوها. الزبادي العاديه البلدي، الزبادي اللي هي اليوناني ممتازه جدا برضو. تمام. طيب انا عايزه يا دكتور كمان حاجه تانية احطها على الاكل ويكون من الزيوت يعني المفيده. ايه؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون لا يعلى عليه، زيت الزيتون حطيه على السلطه بتاعتك، زيت الزيتون حطيه على اكلك، زيت الزيتون استخدميه كل يوم، ممتاز جدا وبيريح القولون جدا جدا جدا. طيب ايه تاني معاكي جميل جدا في القولون وبيريح المعده جدا، ولو في امساك بيريح معاكي جدا وبيفك الامساك؟ القراصية. القراصية خليها دايما عندك، اول ما بيحصل معاكي اي تعب طلعي وكلي، كليها كل يوم لحد ما الدنيا تظبط معاكي، وبعد كده ابدأي كليها متقطع. التين ممتاز. تمام. اتكلمنا عن الاكلات، نتكلم بقى على النشاط اليومي اللي المفروض نعمله. احنا ما ينفعش نبقى بنعمل رجيم والقولون بتاعنا تعبان وقاعدين في البيت بدون اي حركه، عمرك ما هتخس بالطريقه دي. لازم تنزل وتتحرك، تمشي، تعمل اي رياضه، مشي، جري، وثب، نط الحبل، تروح الجيم تلعب رياضه، تشيل حديد. الحديد يعمل عضلات والعضلات تزود معاكي الحرق. انا عايزه الحرق بتاعك يبقى فوق في السماء، عشان اطلع الحرق بتاعك فوق في السماء وتقدري تنزلي على الميزان معايا كل يوم. مش هقولك كيلوات بس هتنزلي جرامات، ومع الوقت هتبقى كيلوات، وهتوصلي للي انت نفسك فيه، وحلمك للرشاقه هتوصلي له وبسهوله جدا. بس لازم تتحركي معايا، مش هقدر اقولك وانت قاعده على الكنبه من غير اي حاجه انت هتخسي. لازم تعملي تمرينك باي طريقه. الزومبا دلوقتي موجوده ممتازه جدا وبنات كتير جدا بتحبها. اي طريقه انت هتقدري تحرقي بيها انا ما عنديش اي مشكله فيها. لازم تاخدي الفيتامينز بتاعتك يوميا كل يوم. طبعا ده بعد ما بتعملي التحاليل بتاعتك وبتوريها للدكتور. لو عندك نقص في الحديد تاخديه، مغنيسيوم، فيتامين د، وديفر الفيتامينز الناقص عندك لازم تاخدي الفيتامينز الناقص عندك، عشان احيانا كتير جدا بتبقى ناس عندها نقص فيتامين د وما بتخسش على الميزان، وبتيجي يا دكتور انا مش عارفه اخس. ناس عندها انيميا وهي مش وبتعمل رجيم وماشيه تمام ومش عارفه تخس. لازم الحاجات دي تتعالج، لازم تعملي تحاليلك وتشوفي جسمك ناقص فيتامينز ولا مش ناقص، ولو ناقص لازم تاخدي الفيتامينز بتاعتك اللي الدكتور بيكتبها لك. في ناس بقى بتمشي على السلطه كل يوم،
حلوه وجميله ومليانه فيتامينز وممتازه والياف، بس في مرضى قولون عصبي ما بيجوش مع السلطه. هو مع السلطه بيحصل له انتفاخ، تعب، بيلاقي معدته دي منفوخه بتطبل كده. طيب انا اعرف نفسي ازاي يا دكتور؟ جرب كل سلطه لوحدها في وجبه، وشوف نفسك لقيت نفسك خلاص تعبان وجالك انتفاخ وحصل معاك امساك، مش عارف تتحرك، مهبط بعد الاكل ومنفوخ، مش قادر، تعبان، كل الحاجات دي حصلت لك، يبقى انت مش من الناس اللي المفروض تاكل سلطه، يبقى ممنوع عليك السلطه. يبقى تاكل البروتين وبتاكل الدهون الصحيه بتاعتك، ممنوع ليك السلطه. وده مش لكل الناس، السلطه مش مفيده لكل الناس، لان السلطه بيبقى فيها احيانا، مش كل السلطات بتبقى بتذوب في الماء، يعني مثلا زي الخس، الجرجير، البقدونس، الحاجات دي لو حطيتها في كوبايه ميه هي مش هتدوب. فطبيعي الحاجات دي لما مش هتدوب انت مش هتدوبها في جسمك، لو انت جسمك مش متقبل الكلام ده، فهيحصل عندك وعكة، يعني هيحصل عندك امساك، هيحصل عندك تعب، هيحصل عندك انتفاخ، هيحصل عندك مغص، مش هتبقى مرتاح ومش هتخس بالتالي على الميزان، يبقى كده النتيجة مش هتبقى معاك، هتبقى نتيجة صفر. فاعرف نفسك، انت من الناس اللي بياكلوا سلطة وبيخسوا، ولا من الناس اللي بياكلوا سلطة وبيتعبوا منها فما ينفعش تاخد سلطة. طيب روح الرجيم بقى، المية. انا دايما اقول المية هي روح الرجيم بتاعك. المية زي النظام الغذائي بالظبط، لازم زي ما بشرب المية واهميتها كبيرة قوي 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 للنظام بتاعك، لازم كل ساعة اشرب كوبايتين مية، لازم يكونوا متوزعين على النهار بتاعي كله، عشان الحرق بتاعك يزيد، عشان الجسم بتاعك يبقى مترطب، البشرة تبقى ناعمة. الوظائف الحيوية في الجسم، الكلى بتحتاج المية، كل الجسم محتاج المية. احنا خلقنا جسمنا كله معظمه مية، فلازم تاخد مية. المية مهمة جدا، هي اللي بتخليك تحرق، مفيش مية وعملت نظام غذائي مش هتخس. الجسم بيبقى عطشان، احيانا تلاقي نفسك جعان وانت مش جعان، انت بتبقى عطشان. جرب نفسك، روح اشرب الاول كوبايتين مية وشوف انا شبعت، يبقى انا كده كنت عطشان مش جعان. احتياج الجسم للمية احتياج ضروري، لازم تدي للجسم مية حتى لو انت برضو مش عطشان. المية هي علاج لمرضى الضغط، المية علاج لجسمك، لحياتك، لصحتك، لبشرتك، لشعرك، لكل حاجة في جسمك. عشان تخسي لازم تشربي 2 لتر مية كل يوم. والبروبيوتيك لازم تاخديه قراص، مهم جدا في مرضى القولون العصبي، وممكن تاخدي الزبادي كمان. النهارده اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم اكتر، وهعمل لكم اكلات عن القولون وازاي تريحكم، وهنزل لكم وجبات كامله خالص عن القولون العصبي والناس اللي بتعاني منه، وهجيب لكم حالات عندي بيعانوا من القولون وازاي خفوا، وازاي اخدوا الاكلات ديت وانتظموا عليها وخفوا ومشوا بالنصايح ديت والحاله اتحسنت جدا. الموضوع سهل وبسيط، هو بس شويه التعليمات دي هنمشي عليها، الموضوع هيبقى معاكي اسهل بكتير قوي من الاول. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم تاني، وكل يوم هنزل لكم عن موضوع جديد. الكرش هتتخلصي منه بسهوله دلوقتي عن طريق ان انت هتظبطي نومك، هتظبطي التوتر بتاعك، هتظبطي اكلك، وهتقومي تتمرني دلوقتي نص ساعه. هتتخلصي من الادويه اللي بتعمل كرش زي ادويه منع الحمل وادويه الكورتيزون. الكسل، هتقومي تتحركي، هتلعبي تمرينه، هتشيلي حديد. الجينات مش سبب اساسي في انك تزيدي، هي 5% بس بتاثر على وزنك. السموم اللي بتاخديها من ازايز الميه البلاستيك والمبيدات الحشريه هي اللي بتعمل معاكي مشاكل وبتسبب لك سمنه بعد كده وبتسبب لك الكرش. لازم تظبطي نومك 6 ساعات كل يوم. لو هرموناتك اتظبطت مش هيبقى عندك مقاومه انسولين ولا هيبقى عندك تكيسات مبايض. اتمنى اكون فدتكم وافدكم دايما. الكرش كلنا بنعاني من حته الكرش، حتى لو حته كرش صغيره كده. انا النهارده جايه احل لكم مشكله الكرش. طيب هو الموضوع بكل بساطة كده في كذا نقطة هنتكلم فيهم بالراحة، وهحلها لكم برضو وهنتخلص نهائيا من الكرش. وده طبعا حلم كتير من السيدات وحلم كل الرجالة اللي عندهم كرش، إلا قليلا منهم. طيب أول حاجة
بتحصل معانا علشان يحصل كرش هي التوتر. اول ما بتتوتر بيزيد في جسمك هرمون الكورتيزول، فبتبدأ تخزن دهون، فالدهون دي اول حاجة بتتخزن فيها في الكرش. يبقى لازم اول حاجة نهدى، التوتر بيعمل كرش. تاني حاجة النوم، كل ما كان نومك مظبوط ونمت من 6 ل 8 ساعات هتلاقي التوتر بتاعك قل، هتلاقي الدهون بتاعتك بدأت تتحرق بكل سهولة، هتلاقي نفسك بتنزل على الميزان ببساطة. تصحى من النوم توزن تلاقي نفسك نازل، كل يوم تنزل على الميزان جرامات، وهتلاقي نفسك في تقدم دايما مستمر. لازم تخش في الديب سليب، لازم تنام بالليل، لازم تظبط ساعات نومك من 6 ل 8 ساعات، عشان النوم بالليل بيظبط معاك هرمونات الجوع والشبع. هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، هرمون الجريلين اللي هو هرمون الجوع. الهرمونين دول لو انت ما نمتش بالليل من 6 ل 8 ساعات ما بيتظبطوش في الجسم، فبتلاقي نفسك طول الليل سهران عمال رايح جاي على التلاجة بتجيب اكل ملوش اي لازمه ولا له اي دعوه بنظامك الغذائي اللي انت ماشي عليه. بتاكل حلويات لان انت حاسس بجوع في وقت المفروض جسمك يبقى نايم فيه. لازم نظبط نومنا يا جماعه، يكون بالليل ويكون 6 ل 8 ساعات، ولازم نخش في الديب سليب كويس قوي. تالت حاجه بتعمل كرش الادويه بتاعه الاكتئاب، الادويه بتاعه منع الحمل، الادويه الكورتيزون. لو انت بتاخدي كورتيزون كدواء لعلاج مرض معين ده طبعا بيسبب سمنه. يعني لاحظنا طبعا كتير قوي في مرضى كتير بياخدوا كورتيزون قد ايه وزنهم بيعدي ال 100 كيلو بسهوله. كل ده بعد ما بتخلصي علاجك بتجيني او بتروحي لاي مختص تاني بينزل لك كل الدهون دي من تاني، وغالبا الكورتيزون بيبقى معبي في الجسم ميه، فالموضوع بيبقى سهل معاكي جدا. طيب رابع حاجه ايه؟ مقاومه الانسولين. الهرمونات لو اتلخبطت في جسمك هتخلي الانسولين، او هو طبعا الهرمون الاساسي اللي بيخليكي بعد كده يحصل تخزين للسكر على هيئه دهون، بيحصل مقاومة للإنسولين وبتحصل مشكلة في الجسم في موضوع حرق الدهون، فبتبدأ تتخزن بدل ما تتحرق وتخرج لطاقة، لا هي بتبدأ تتخزن في الجسم على هيئة دهون. طيب في تاني برضو في لخبطة الهرمونات ايه؟ حالات تكيسات المبايض. لاحظنا جدا ان حالات تكيسات المبايض بتبقى المريضة جاية هي وزنها زايد قوي، يا دكتور انا عندي تكيسات مبايض. ما احنا لازم نعالج تكيسات المبايض الاول علشان نقدر نخس. طيب خامس حاجة القولون. مرضى القولون العصبي وانا عارفة قد ايه هم بيعانوا من مغص، اسهال، امساك، انتفاخ، تعب، وجع في البطن، تقل، مشكلة في الهضم. كل دوت هنقدر نحله بسهولة خالص. كمان في حاجة بسيطة لموضوع القولون، يعني على الماشي كده، خل التفاح. خدوا خل التفاح كل يوم، خلوه في يومكم، بيهضم معاكي الاكل كويس قوي، بيكسر البروتين حلو. حطيه في الميه واشربيه بالشاليمو عشان سنانك ما تتاثرش وما تتعبش. القولون له حاجات كتير قوي ممكن يعني نعالجه بيها. الموز الني، الجزر، الزبادي حلوه جدا، البروبايوتيك بتاخديه بيظبط معاكي القولون. طيب سادس حاجة نتكلم عنها وهي الكسل. أنا ما ينفعش أبقى قاعد كده أنتوخ واجي أقول أصل أنا ما خسيتش. طب ما أنت ما خسيتش عشان أنت أنتوخ. لازم تنزل، لازم تتمرن، لازم تلعب، لازم تعمل نشاط يومي كل يوم علشان تساعد نفسك إن أنت تحرق الدهون اللي متخزنة خلال السنوات الماضية الكتيرة قوي. مش هتيجي تنزلها في يوم وليلة ولا في أسبوع ولا في أسبوعين. الموضوع محتاج منك صبر، محتاج مثابرة. الجرامات اللي زدتها على الميزان كل يوم وانت بتاكل الجانك فود والنون هيلثي فود والاكلات الجميله اللي ماما بتعملها لنا، المحشي والمكرونه بالبشاميل والرز المعمر والسكريات، العصاير الكتير والبيبسي، وكل الحاجات العادات الخاطئه اللي انت اتعودت عليها دي مش هتروح بين يوم وليله. لازم نشاط، ولازم العب جيم، لازم العب حديد، لازم العب تمرين في البيت، العب نط الحبل، انزل العب زومبا في الجيم. يعني طرق كتير جدا. حتى لو انا هعمل مع نفسي في البيت، لو مليت ازازتين ميه ولعبت بيهم حديد، مرنت نفسي اقل حاجه طبعا تلت ساعه بعدات، بتعدي العدات 10 عدات بازازتين ميه مليتيهم، حتى لو نص كيلو، وقعدتي تتمرني 20 دقيقه لنص ساعه تمارين مختلفه، هيحرق معاكي دهون
والله اي مجهود هتعمليه واي حاجه حتى لو بسيطه بتعمليها، لو مشي نص ساعه في اليوم هيحرق معاكي دهون. الكسل هو طريقك للسمنه. طيب السموم اللي انتوا بتاخدوها، سابع حاجه بقى، السموم اللي انتوا بتاخدوها في الاكل وانتوا مش حاسين، في اكل بقى مرشوش عليه مبيدات حشريه. طيب الازايز الميه البلاستيك، الازايز الميه البلاستيك دي اكتشفوا مؤخرا ان بيطلع من الازازه حبيبات بلاستيك صغيره بتبقى غير مرئيه. انت وانت بتشربيها بتوصل بعد كده للمخ، بتوصل في اعضائك، بتتعب الجسم جدا، بتعمل لك مشكله الكرش وانت مش اخده بالك. اشربوا في ازاز. الازاز يا جماعه جميل جدا وامن على الصحه مليون في الميه. طيب تامن حاجه الجينات. والجينات دي يعني ما تجيش تقولي اصل انا معلش، يعني انا هتكلم فيها بس هي معلش 5% بس، يعني بتاثر عليكي 5 او عليك 5% بس، زي الالتهابات، زي مقاومه الانسولين. مش انا مامتي تخينه فلازم ابقى تخينه، لا، هو ده انت ورثتيه في الجينات بس 5%، يعني تقدري تتغلبي عليه ببساطه جدا وبسهوله جدا. موضوع 5% الجينات، بس كان لازم اذكرها برضو، بس ما نحطهاش شماعه نعلق عليها السمنه ونفضل بقى قاعدين ونفضل نستسلم للامراض، امراض السمنه، امراض القلب، امراض الاوعيه الدمويه. بيحصل مشاكل كبيره بعد كده في المفاصل. مش عايزة ان احنا نعجز بدري في سن ال50 ولا حتى ال60، لا، انتوا تقدروا تعيشوا لحد 100 سنة بصحة وقوة ونشاط وحيوية، وتقدروا تتخلصوا من الكرش. بس ده دلوقتي، تبدأوا دلوقتي وتتخلصوا من الكرش. قولوا لي في الكومنتات مين عايز يتخلص من الكرش وانا هساعده، واكتبوا لي في التعليقات عايزين الموضوع الجاي يكون ايه وانا هكلمكم عنه. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدي العد لما تحس بالألم في العضلة. طب أنا دلوقتي في الجيم جيت لعبت 1 2 3 4 5 6 7 10، خلصت ال10، أنا أصلا ما تعبتش عادي، مش حاسس بأي شد أصلا في العضلة ولا أي ألم، يبقى أنا كده حرقت يا دكتور؟ لا، دي بقى المفاجأة، انت ما حرقتش بالشكل ده. انت هتبدأ تحرق لما تبدأ تحس بتعب في العضلة. يعني عملت 1 2 3، انا خلاص بدأت احس بشد في العضلة، يبقى انا كده من اول 3 دي انا ببدأ بقى احرق بعد كده. قبل كده ده ما يحسبش اي حاجة. عشان كده بقول لكل واحد له نظام معين خاص بيه. يعني انت اول ما تبدا تحس ان انت العضله بدات تتعب معاك، هو دوت الوقت اللي انت بدات فيه تحرق دهون، هو ده الوقت اللي انت بدات فيه تعمل عضلات. كل واحد حسب قدرته، كل واحد حسب قوته. في واحد بيبدأ يتعب بعد 10 عدات، في واحد بيبدأ يتعب بعد 15 عدة، في واحد بيتعب من بعد 3 عدات. المبتدئين غير المحترفين، كل واحد وله نظامه. اهم حاجة ان انت تكون بس فاهم ايه النظام، مش لازم عدد العدات يكون ثابت، اهم حاجة يكون مناسب لجسمك. اسمع لجسمك، اسمع له، عقلك بيديك اشارة، بيسمع لك. انت دلوقتي خلاص اتمرن، انت تعبت خلاص، انت كده بدات تدخل في مرحله الحرق، ابدا ازود بعديها، يبقى انا كده عرفت انا ببدا احرق امتى. ابتدي العد لما تحس بالالم في العضله. طب انا دلوقتي في الجيم جيت لعبت 1 2 3 4 5 6 7 10، خلصت ال10، انا اصلا ما تعبتش عادي، مش حاسس باي شد اصلا في العضله ولا اي الم، يبقى انا كده حرقت يا دكتور؟ لا، دي بقى المفاجأة، انت ما حرقتش بالشكل ده. انت هتبدأ تحرق لما تبدأ تحس بتعب في العضلة. يعني عملت 1 2 3، انا خلاص بدأت احس بشد في العضلة، يبقى انا كده من اول 3 دي انا ببدأ بقى احرق بعد كده. قبل كده ده ما يحسبش اي حاجة. عشان كده بقول لكل واحد له نظام معين خاص بيه. يعني انت اول ما تبدا تحس ان انت العضله بدات تتعب معاك، هو دوت الوقت اللي انت بدات فيه تحرق دهون، هو ده الوقت اللي انت بدات فيه تعمل عضلات. كل واحد حسب قدرته، كل واحد حسب قوته. في واحد بيبدأ يتعب بعد 10 عدات، في واحد بيبدأ يتعب بعد 15 عدة، في واحد بيتعب من بعد 3 عدات. المبتدئين غير المحترفين، كل واحد وله نظامه. اهم حاجة ان انت تكون بس فاهم ايه النظام، مش لازم عدد العدات يكون ثابت، اهم حاجة يكون مناسب لجسمك. اسمع لجسمك، اسمع له، عقلك بيديك اشارة، بيسمع لك. انت دلوقتي خلاص اتمرن، انت تعبت خلاص، انت كده بدات تدخل في مرحله الحرق، ابدا ازود بعديها، يبقى انا كده عرفت انا ببدا احرق امتى. نو بين نو جين. يعني ايه؟ انا النهارده جايه اكلمكم عن الرياضه. عشان توصل للعضلات والجسم المثالي وتخس وتبقى حرقك عالي، لازم تلعب رياضه. الرياضه مهمه جدا في يومك، لازم على الاقل 3
مرات في الاسبوع رياضه، يعني تلعب على الاقل كل مره فيهم تبقى نص ساعه، تقدر تكمل لساعه، ممتاز. لازم في حاجات مهمة قوي تعملها في الجيم عشان تجيب معاك نتيجة ممتازة جدا في الرياضة بتاعتك. اول حاجة ممنوع الموبايل، ما ينفعش ابقى داخل الجيم وبلعب وماسك الموبايل، اريح بين كل عدة والتانية ابعت رسالة، وبعدين اقعد بعد ما اخلص العدات بتاعتي بعد 10 دقايق اقعد 10 دقايق تانية على الموبايل. ده بيخليك ما تحرقش ومش هيبني معاك عضلات، ده ممنوع خالص. تاني حاجة ممنوع ان انا اشرب سجاير في الجيم، او اصلا اشرب سجاير من اساسه وانا بلعب رياضه. لازم جسمي يكون رياضي، ما ينفعش ادخله حاجه تضر بجسمي. السجاير والفيب اللي طلعت موضه دي ممنوع وحرام. ربنا خلق جسمنا ده نعمه عشان نحافظ عليها. طيب تالت حاجه لازم اسخن قبل ما اخش في الجيم. يعني ما ينفعش اخش على طول 10 كيلو لا، غلط. ممكن يحصل لك مزق، ممكن يحصل لك انزلاق، ما ينفعش. لازم تسخن الاول من 5 ل10 دقايق وبعدين تبدا بعد كده تتمرن. تمام. عايزاك وانت بتتمرن انت مش داخل مسابقه، امسك الحديد والعب كده 1 2 3. تمام. هتقوي العضله دي. لازم تبقى بتفكر وانت بتلعب في العضله عشان المخ يروح يبعت اشارات للعضله دي يقول لها بصي بيمرني اهو، اكبري، فهتكبر. الاول بيحصل ايه في العضله؟ انا هروح الجيم كل يوم يا دكتور وهبني عضلات، بس انا مش عارف اكل ايه. طيب انا جايبه لكم النهارده الوقود اللي انت هتاكله قبل ما تنزل الجيم. موزه، لازم تاكل قبل ما تنزل الجيم موزه عشان تقدر تأدي اعلى حاجه في الجيم وتدي اكبر طاقه في الجيم. اهي انا باكل موزه. الموز مهم جدا معاك، بيديك طاقه عاليه جدا، بيديك فيتامينز، بيخليك في الجيم. ايه بيحصل في العضله لما انت بتتمرن؟ لما انت بتتمرن العضله بتبعت اشارات للمخ تقول له ايه؟ الشخص ده بيتمرن، كبرني، قويني. فبتبدأ تركز. لو انت في التمرين مش مركز على العضلة وعمال تعمل كده، العضلة دي مش هتكبر، مش هيحصل عندك الحرق. لازم تبقى مركز ودماغك مركزة كويس قوي في التمرين وفي العضلة اللي انت بتتمرن عليها. اتمرن ببطء، يعني اعمل كده 1 2 وبأوزان خفيفة في الأول. ابدأ بأوزان خفيفة. تمام. اتمرن كده بالراحة علشان الجسم يستوعب ان انت بتتمرن، فيبدأ يبعت اشارات للمخ، فتبدأ العضلة تكبر واحدة واحدة. كل حاجة بتحصل في جسمك بإشارات وبالراحة. 1 2 3 4 كده، ده مش هتستفيد اي حاجة والعضلة مش هتكبر. وده مش صح. لازم تحس بالعضلة، يعني وانت بتعمل كده لازم تشد العضلة كده وتحس بيها. 1 2 كده هتعمل العضلات كويس قوي، هتعلي الحرق عندك كويس قوي. لازم كمان التغذيه السليمه مع الجيم. يعني انا رحت الجيم دلوقتي ولعبت واتمرنت وبقيت كويس قوي، ارجع البيت اروح جايب طبق بقى مليان بقى رز وعيش واديها؟ ما ينفعش، انا كده بوظت كل اللي انا عملته. التغذيه السليمه يعني لازم طبق السلطه الخضراء عشان فيه فيتامينز مهمه جدا ليك. خليني النهارده اتكلم معاكي عن الصيام المتقطع وعن الكيتو مع بعض الاتنين. خلونا ندمج مع بعض الكيتو سايكل مع اللو كارب مع الصيام المتقطع ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. اكيد النتيجة هتبقى 100%. الموضوع هيبقى سهل لو انتي اتبعتي التعليمات ومشيتي عليها. اول حاجة هتبدأي يومك بالصيام المتقطع. يعني ايه؟ يعني هتصومي 12 ساعة. يعني لو كلتي بالليل الساعة 12 مش هتاكلي تاني الا تاني يوم الساعة 12 الظهر. موضوع سهل قوي، مش هتكوني لحقتي حتى جوعتي. وبالنسبة للرجالة 16 ساعة صيام. طيب تعالوا نتكلم بقى هنخش بعد كده في الكيتو سايكل. ازاي هنعمل كيتو سايكل يا دكتور؟ هتبدأي يومك بالبيض. البيض هو وقودك اللي انت هتاخدي منه
البروتين بتاعك اللي هتاخدي منه طاقتك، اللي هتبدأي بيه يومك ويخليكي ما تحسيش بالجوع بعد كده. البيض ممتاز علشان ما تحسيش بالجوع باقي اليوم. لو بدأتي يومك بالبيض بروتين عالي، هتاخدي من بيضتين معاكي لحد 4 بيضات كمان، وبتاخدي معاهم السلطة بتاعتك. يعني مثلا لو قطعتي خيار، طماطم، جزر، whatever الخضار اللي انت هتختاريه، انا ما عنديش اي مشكلة فيه. خس، جرجير، سوتيه لو بتحبي السوتيه الصبح. تعالوا بقى نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنشرب 2 لتر ميه خلال اليوم متوزعين، كل ساعه تشربي 2 كوب ماء. وبعد كده هتيجي على وجبه الغداء، هتاكلي البروتين بتاعك سواء كان فراخ، لحمه، كبده، سمك، اي حاجه بروتين انت حباها. ولو عايزه تاخدي من البيض بتاع الصبح في الغداء مفيش مشكله، مع الخضار بتاعك السوتيه او هتعمليه مطبوخ. هتحطي عليه طماطم، هتحطي عليه بصل، هتحطي عليه توم، وتفر اللي هتحطيه، بس ما تزوديش في الكميات قوي. خلي اكلك دايما مطبوخ بملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا بيمنع تخزين الميه في الجسم، بيخلي الجسم يخس معاكي حلو، بيظبط معاكي الضغط، بيظبط معاكي بيخليكي خفيفه بعد الاكل. هتقومي من على الاكل شبعانه، الكميات بالنسبه لك مفتوحه، لازم تاكلي لحد الشبع. عايزاكي تقومي شبعانه عشان ما تدوريش على الاكل تاني قريب. انا مش عايزاكي تاكلي الا 3 وجبات بس. هتقومي شبعانه تمام، هتقعدي ساعه، بعد كده تنزلي تعملي التمرينه بتاعتك، تمشي نص ساعه، تتحركي في البيت، تمرينه في البيت نص ساعه، هتجيبي حبل وتنطي في البيت، هتفتحي اي تمرين زومبا في الموبايل وتعمليه على التلفزيون وتقلديه. هتشيلي حديد، لو مش هتروحي الجيم وتشيلي حديد او هتعملي كارديو، ممكن تعملي في البيت حديد بسيط خالص. بتملي ازازتين ميه نص كيلو ونص كيلو، وبتبدأي تتمرني 10 عدات كده، 10 عدات كده، 10 يعني تتمرني لحد نص ساعة. لازم يبقى نص ساعة متواصل بين كل عدة وعد، يعني بين كل 10 عدات و10 عدات بتاخدي 30 ثانية راحة. تمام، عملتي التمرين وحركتي نفسك وحرقتي حلو قوي وعرقتي تمام، بتاخدي الشاور بتاعك وبتقعدي بقى هاديه خالص كده، وتاخدي بقى المشروب بتاعك. مشروب البقدونس والكرفس ممتاز جدا، بينزل الميه اللي في الجسم، بيريح معاكي. لو انت بتحبي الحاجه مسكره ومش هتقدري تستغني عن السكر، عندك سكر الدايت، هاتيه متوفر في كل السوبر ماركتات. الموضوع بسيط، مش تحرمي نفسك قوي ومش تديها قوي عشان تقدري ان انت تحققي المعادله. طيب هتيجي على وجبه العشاء، ممكن تكرري الفطار اللي هو البيض والسلطه، او ممكن تعملي ايه بقى حاجه تانية، تروحي اخده تونه ومعاها خضار. زهقتي من البيض مش عايزه بيض، ممكن تروحي اخده وجبه الغدا تحطيها تاني في العشاء، فراخ معاها او لحمه او سمك ومعاها الايه السلطه بتاعتها. عايزاكم تعملوا البتنجان مشوي وكلوه، في حديد وممتاز جدا. عايزاكم تاكلوا السبانخ مليانه حديد وممتازه جدا. عايزاكم تنزلوا كل يوم تمشوا نص ساعه عشان تتعرضوا لاشعه الشمس، تاخدوا فيتامين دي، فيتامين د. فيتامين دي مهم جدا علشان عظمك، مهم جدا علشان الحرق بتاعك يشتغل كويس قوي، وتقدري ان انت تخسي في الرجيم معايا كل يوم على الميزان. طب هتابعي معايا، اعملي جداول يوميه، هاتي نوت واكتبي فيه وزنك كل يوم والحاجات اللي غلطتي فيها عشان ما تكرريهاش تاني. وما تستسلميش، لو يوم جه الميزان وقف او ثبت ده بيبقى احتباس ميه. مجهودك طول الاسبوع والتزامك في الوجبات ونشاطك اليومي هتتكافئي عليه في الميزان، هتلاقي اخر الاسبوع الرقم غير الرقم بتاع اول الاسبوع، هتلاقي كل اسبوع رقم مختلف ورقم شكل. لازم تحددي لنفسك هدف معين، يعني لازم تحددي هدف ويكون هدف قريب. يعني ما ينفعش احدد لنفسي انا في الاسبوع ده اخس 20 كيلو، ما فيش حاجه اسمها كده، واستحاله هتقدري تخسي 20 كيلو لو انت بتاخدي حتى المونجارو نفسه، عمر ما ده هيحصل ابدا. انت في الاسبوع كبيرك قوي 4-5 كيلو، لو اوزان عاليه، لو اوزان متوسطه بيبقى 2-3 كيلو، لو اوزان قليله في الستينات بيبقى كيلو ونص الكيلو.
ما تديش لنفسك اهداف عاليه قوي. ابداي لو انت عايزه تنزلي 20 كيلو، ابداي بهدف في البدايه 5 كيلو، بعدين 7 كيلو، بعدين 10 كيلو. انت ما زدتيش الاوزان دي بين يوم وليله، انت قعدتي كتير قوي عشان توصلي للاوزان دي. طيب انا دلوقتي يا دكتور عامله كيتو سايكل، صح، انا ماشيين عليه. طيب انا هاجي يوم هقولك انت ليكي لو كارب، يعني هتمشي يومين كيتو ويوم لو كارب. اليوم اللي فيه كارب هديكي في وجبه واحده بس النشويات بتاعتك، هتاخدي فيها الرز، هتاخدي فيها البطاطا، هتاخدي فيها النشويات اللي انت حباها وحاسه ان انت اتحرمتي منها في اليومين اللي قبليها. زي بطاطس، بطاطا، رز، وتفر بقى. يعني مش عايزه اتكلم في حاجه انت هتبوظي فيها، بس لو بوظتي ممكن تقدري تبوظي في وجبه، مفيش مشكله. اكيد كلنا بنلخبط، واكيد كلنا لازم بيحصل لنا هفوات، فيا ريت نبوظ في الوجبه دي بس. يعني نمسك نفسنا في اليومين ونص دول، ونيجي في الوجبه دي ممكن ايه نبوظ عشان نرجع تاني، بس ما نبوظش لا في هي بس حاجه واحده. ويا ريت لو التزمنا الدنيا هتمشي معاكي سهله، وهتلاقي الميزان ماشي على طول. انا عايزه اعودك تشيلي العادات الغير صحيه من نظامك واحده واحده. مش هاجي اشيلك كل العادات اللي انت ماشيه عليها سنين طويله، عشرات السنين من عمرك، مره واحده. هنشيل العادات دي واحده واحده. اول حاجه هتشيليها الحلويات، السكر الابيض. يعني لو بتحطي سكر ابيض في نظامك الغذائي، يعني مثلا بتشربي كوبايه الشاي ب5 معالق سكر، لا، انا هعودك ان انت تشربيها بكيس سكر دايت واحد او كيسين مبدئيا، وبعد كده هتبداي ان انت تقدري تستغني عنه واحده واحده. الحلويات، لو من النوع اللي بتاكلي حلويات كتير وكل يوم لازم اعمل في بيتي كيكه وبسبوسه وعصاير بسكر كتير قوي، لازم امنعها نهائيا واعوضها بالبيض. اقلي بيضه، نحط عليها شويه ملح وجبنه موتزاريلا، هتبقى عامله زي البيتزا، واقعد اكلها هحس بشبع وهحس بفرحه وراحه انت مش ممكن تتخيليها. ودي في الوقت اللي انت جعانه فيه وحاسه ان انت هتضعفي وتروحي تاكلي حته شوكولاته. خلاص نفسي في شوكولاته قوي، في الشوكولاته الدارك، اجيبها واشرب واكلها مع القهوه وانا بشرب القهوه في ساعه العصاري مع مكسرات، وهتبقى وجبه جميله جدا وممتعه ومشبعه، وهتشبع عندك حبك للحلويات. خلاص انا عايزه اكل فاكهه يا دكتور، طيب هتاكليها في اليوم اللو كارب بتاعك. يعني فوتنا يومين كيتو اهو، اليوم اللو كارب هتيجي عليه في وجبه هتقولي انا هاكل النهارده نشويات، انا هاخد ثمرتين فاكهه. هاتي ثمرتين فاكهه، قطعيهم، حطي عليهم لبن، حطي عليهم عسل، حطي عليهم عصير معمول بسكر الدايت، لو مثلا عصير فراوله، عصير لو عصرتي البرتقال، يعني لو عملتي مثلا برتقاله وجوافايه و3 فراولات وحطيتيهم وعملتيهم بعصير البرتقال، او لو عايزه تعملي مثلا فراوله باللبن وحطيت لها سكر دايت او معلقه عسل صغيره وحطيتيها وقطعتي فيها الفراوله وحطيتي فيها المكسرات. في طرق كتير جدا تعملي بيها حاجات مسليه تقعدي بيها قدام التلفزيون وما تبوظيش رجيمك، بالعكس هتستمتعي وتتعودي على الحياه الصحيه. الاكل الصحي مش عقاب، بالعكس احنا لو نظمناه صح ورتبناه وقعدنا نفكر في بدائل صحيه، هنلاقي نفسنا بنعمل نظام صحي جميل مريح هنمشي عليه العمر كله، ومش هنبقى حاسين ان احنا محرومين من اي حاجه. اغلب المتابعين بتوعي اللي ماشيين على الكيتو سايكل ومكملين عليه فترات طويله بيقولوا لي تعليق جميل جدا: احنا يا دكتور ما بقيناش نجوع، احنا يا دكتور ما بقيناش نشتهي اصلا المكرونات، يعني العيش، الحاجات اللي هي نون هيلثي اللي كنا بنجيبها زمان، المقليات، كل الكلام ده ما بقيناش نشتهيه اصلا من كتر حبنا في الاكل الصحي وان احنا بنحس باشباع فيه، وبدانا ننوع فيه، فبدات الدنيا تبقى معانا مشبعه ونقدر نمشي عليه نظام حياه كامل. تابعوني دايما في الكومنتات وقولوا لي ايه الوجبه اللي انتوا عايزين البديل بتاعها عشان اكتبها لكم صحي، بدل ما تبوظوا وتاكلوا اكل جانك فود او اكل نون هيلثي فود. كان معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم ودايما هفيدكم، وكل يوم هنزل لكم معلومات جديده.
النهارده جايه اتكلم عن القولون وافضل 12 اكله عشان القولون ما يتعبش منك. الموز، الشوفان، المخمرات، البطاطا، بذور الشيا، السمك صديق القولون، القرع، الجنزبيل، الجزر، الافوكادو، الزبادي. اتبعوا كل الاكلات ديت وكلوها والقولون بتاعكم هيهدى وهينتهي معاكم مشاكل القولون. تابعوني في الكومنتات وقولوا لي مين فيكم عمل الاكلات ديت ومين فيكم خف من القولون والاعراض خفت معاه خالص، علشان اعمل له متابعه مجانيه. كمان الميه والبروبيوتيك وخل التفاح، الثلاث حاجات دول اصدقاء للقولون معاكي. تاخدي خل التفاح ممتاز جدا، بيهضم الاكل معاكي كويس قوي، بينزل على البروتين اللي انت بتاكليه بيكسره وبيخليه يتهضم كويس وما يعملش عندك اي عسر هضم. البروبيوتيك بتقدري تاخديها كمان يا اما اقراص يا اما من الزبادي. الميه ممتازه جدا، لازم تاخدي ميه 2 لتر كل يوم، 2 لتر كمان ونص، وتوزعيهم خلال اليوم، ما تشربيهمش مره واحده علشان الكليه ما تتخلصش منهم مره واحده، لازم تشربيهم متوزعين طول اليوم. النهارده هكون كلمتكم عن القولون ومشاكله وقد ايه الناس بتعاني منه، وايه الاكلات اللي انتوا المفروض تاكلوها علشان القولون يخف معاكم ويبقى اعراضه ابسط واقل بكتير، ما يحصلش لا امساك ولا اسهال ولا انتفاخ. اتمنى اكون حلت لكم المشكله. تابعوني في الكومنتات وقولوا لي مين اتبع النظام بتاعي ومشي عليه والقولون خف معاه، وانا هعمل له متابعه مجانيه. مرضى القولون العصبي، النهارده جايه اكلمكم واحل لكم المشكله. عارفه قد ايه انتوا بتعانوا من الامساك، من الاسهال، من الانتفاخ، بس النهارده خلاص لقيت لكم الحل في 12 اكله: الشوفان، الموز، التفاح، المخمرات، خل التفاح، البطاطا الحلوه، بذور الشيا، السمك صديق القولون، كلوا سمك معظم ايام الاسبوع، القرع، الافوكادو، الزبادي فيها البروبيوتيك وبتساعد الهضم ان هو يتحسن معاكي جدا، تحل مشاكل كتير قوي. بذور الشيا. طبعا انا النهارده قلت اكلات كتير قوي ولسه هكمل تاني. لسه مشاكل القولون مستمره معاكي، هتزودي كمان زيت الزيتون على اكلك، كل يوم تحطي على السلطه زيت زيتون. زيت الزيتون مهم جدا علشان يمنع معاكي الانتفاخ، الامساك، الاسهال اللي بيحصل نتيجه القولون، المشاكل اللي بتحصل معاكي، المغص. عايزاكي تتحركي كتير قوي، يعني كل يوم تنزلي تمشي نص ساعه، او تلعبي جيم، او تلعبي تمرين، او تشيلي حديد، او تنطي الحبل، تعملي اي مجهود عضلي كل يوم. لازم الفيتامينز بتاعتك لازم تاخديها كامله. تقللي من السلطات مع مرضى القولون بتتعب القولون. انت برضو تختبري نفسك، تشوفي انا اكلت سلطه فانا تعبت، معدتي اتنفخت، مش قادره اتحرك، بطبل كده على معدتي، مش قادره، تعبانه، يبقى انا كده مريضه قولون، يبقى امنع السلطه. مريضه قولون ما اخدش سلطه. في مريض قولون وياخد سلطه وبيرتاح عليها عادي، انت بتختبري جسمك وبتشوفي. سابها عشان تخينه، شوفوا حصل لها ايه. مريم ست زي اي ست، اتجوزت احمد وكانت فاكره ان الجواز امان، بس اللي حصل بعدها كسرها. مريم بعد الجواز بدأت تتخن، وصلت من 70 كيلو بقت 95 كيلو. ضغط، أكل، قلة حركة، لحد ما في يوم جوزها قال لها أنا مش قادر أكمل، انتي اتغيرتي، وسابها. أحمد مشي ورحل بسبب وزنها. مريم فقدت كل شعور جميل جواها وقعدت تبكي، مش عشان أحمد، عشان هي فقدت نفسها. كانت بتاكل عشان تنسى، وكل مرة تبص في المراية تكره نفسها أكتر وأكتر، لحد يوم وقفت قدام المراية وقالت أنا مش هتغير عشان حد، أنا هتغير عشان نفسي. مريم بدأت بسيستم بسيط، منعت السكر، قللت العيش، بقت تمشي كل يوم نص ساعة. فطارها كان بيض وخضار، غداها كان فراخ ولحمة مع سلطة، عشان هي كانت عايزة فعلا تتغير من جوه. وكانت بالليل بتتعشى زبادي أو تونة مع ثمرة فاكهة، وثمرة الفاكهة اللي كانت بتحبها مريم هي التفاح. وفي الأول كان صعب، بس كل كيلو بينزل كان بيرجع لها روحها. في 3 شهور نزلت مريم 10 كيلو. برافو، وصلت مريم لتقدم رهيب ما كانتش تحلم بيه. في 6 شهور بقت 70 كيلو تاني، وشكلها اتغير 180 درجة. مريم ما كانتش بتعرف تجري حتى، بس الرياضة هي اللي رجعت لها نفسها. بس البداية في الرياضة كانت صعبة قوي عليها.
أول يوم راحت فيه الجيم دخلت وهي مكسوفة، الناس كلها جسمها حلو وهي حاسة إنها تقيلة مش قادرة تتحرك. قعدت تجري 5 دقايق بس ووقفت من كتر التعب، وقعدت تنهك كتير وتعرق كتير. رجعت البيت وقعدت تعيط وقالت أنا مش هقدر، بس جواها صوت قالها كملي حتى لو خطوة واحدة بس. البداية الحقيقية بتبقى بسيطة جدا، بس لازم نبدأها. مش نص ساعة مشي، نص ساعة كل يوم. كانت بتمشي وهي جواها حماس كبير قوي ان هي هتقدر ترجع تاني الجيم، وهي متغلبة على كل المشاكل اللي قابلتها قبل كده. كانت بتعمل كل يوم سكوات 15 عدة بس، وكانت بتتعب بسرعة قوي وتنهج بسرعة قوي وتعرق بسرعة قوي، بس كانت برضو بتكمل. كان جواها التطور وكان جواها الحماس. بعد أسبوعين بقت تمشي ساعة كاملة. بعد شهر دخلت الجيم تاني، مشيت على التريد ميل، لعبت بالعجلة، تمارين البطن بقت تعملها خفيفة. كل يوم كانت أقوى من اللي قبله. النتيجة إن الرياضة مش بس خسستها، دي كمان شدت جسمها، وكمان خلت جسمها بقى كيرفي، خلتها واثقة ومبسوطة ومبقتش مكسوفة من نفسها. وجت المفاجأة الكبيرة قوي قوي قوي. في يوم من الأيام وهي ماشية بعدها قابلت طليقها أحمد صدفة، وقف مصدوم وقال انتي مريم؟ ابتسمت وقالت أيوة، بس مش نفس مريم اللي انت سبتها. والنهاية ان هي ما كملتش كلامها حتى معاه، لان كان في حد تاني واقف مستنيها، واحد شافها وهي بتقوم مش وهي بتقع. مريم قصة كل واحدة فينا. مريم فهمت السر مش بس في البداية، لا، السر دايما بيبقى في الاستمرار. ممكن تبدأ بس صعب قوي ان انت تستمر. الصبر هو اهم شيء في مشوارك. حتى لو تعبانة اعملي حاجة صغيرة بس ما توقفيش خالص. لو عايزة تبقي زي مريم ابدأي النهاردة حتى لو 15 دقيقة بس، واكتبي في الكومنت هبدأ ومش هوقف. النهارده جايه اكلمكم عن رجيم الميه، وهقول لكم رجيم الميه نزل ندى 7 كيلو ازاي، وهتعملوه ولا مش هتعملوه. اسمعوا القصه مني دلوقتي. هحكي لكم النهارده عن قصه ندى لما رجيم الميه كان ممكن يضيع حياتها. ندى كانت زي اي بنت بتحلم تخس بسرعه، بس من غير تعب ومن غير حرمان. في يوم سمعت عن حاجه اسمها رجيم الميه. قالوا لها هتخسي 7 كيلو في الأسبوع، يعني كل يوم هيعدي عليها هتنزل كيلو وتقرب من حلمها. قالت لنفسها دي فرصتي. أول يوم عملت رجيم المية وكانت بتشرب مية بس. كانت مبسوطة وفرحانة قوي، وطلعت على الميزان فعلا أول يوم. بعد ما خلص أول يوم طلعت على الميزان تاني يوم الصبح، لقيت نفسها فعلا خست كيلو، بس بدأت تحس بدوخة. تاني يوم جه عليها تالت يوم جسمها بدأ يضعف. كانت بتخس على الميزان كيلو تاني كل يوم. فعلا في ال3 ايام خست 3 كيلو، بس جسمها خلاص بقى ضعيف. لكن كانت بتقول عادي، كله عشان اخس، واستحملت. لكن صحيت في اليوم الرابع ولقيت المفاجأة. ندى قامت من النوم وقعت على الأرض. جسمها مش مستحمل، ضغطها واطي، ودخلت في حالة إجهاد شديدة جدا. راحت للدكتور، فالدكتور قال لها جملة عمرها ما هتنساها أبدا: انتي مش بتخسي كده بالشكل ده يا ندى، انتي بتضيعي صحتك، حرام عليكي نفسك. ندى فهمت متأخر ان الرجيم الصح مش حرمان ولا تعذيب، فبدأت تاكل صح. بدأت تاكل بروتين مع خضار، أكل متوازن، وخست، بس المرة دي بصحة وبجسم مرتاح، ومن غير ما تقع، ومن غير ما يغمى عليها، ومن غير ما ضغطها يبقى واطي. بعد ما خرجت من التعب وقفت قدام المراية وقالت أنا مش هأذي نفسي تاني. بدأت واحدة واحدة. فطار بسيط الصبح، تاكل بيض مع سلطة. السلطة كانت تاكل فيها خيار وطماطم وجزر. وكل يوم تنزل تمشي نص ساعة في الشمس وتاخد فيتامين د من الشمس، وعظمها بقى أقوى وعضلاتها بقت أحسن.
بقت تشرب كل يوم ميه كتير قوي، كل يوم بقت تشرب 2.5 لتر ميه، وكانت بتوزعهم طول اليوم. يعني كل ساعة كانت تشرب كوبايتين ميه، عشان ندى كانت عارفة كويس قوي من الدكتور ان المية لازم تكون متوزعة طول النهار، لان الكلية بتتخلص من الزيادة لو شربتها مرة واحدة. مفيش حرمان خلاص، مفيش تهور خلاص. الميزان كان بطيء، بس المرة دي ندى ما استسلمتش، وفضل عندها صبر ومثابرة ان هي تكمل المشوار وتكمل، علشان هي فعلا عايزة توصل للوزن المثالي. كل يوم كانت بتختار صحتها بس مش السرعة، مش لازم تخس بسرعة. بعد ما عدى شهر ندى فعلا خست، بس الأهم من إن هي خست إن هي بقت بصحة، وشها نور، طاقتها رجعت، وبقت بتحب نفسها من تاني، بقت بتحب شكلها وهي بتبص لنفسها في المراية، بقت فخورة بالإنجاز اللي هي وصلت له. ندى فهمت أهم درس، مش كل نزول وزن نجاح، النجاح إنك تكملي صح وتبقي بصحة جيدة. النظام اللي ندى مشيت عليه كان نظام سهل وجميل قوي. كانت في الصبح بتفطر، اول ما تصحى من النوم تشرب كوباية مية دافية، وبعدها تفطر شوفان باللبن، وتحط عليه موزة، وتحط عليه كمان معلقة عسل عشان الطاقة. هي عايزة دايما تبقى طاقتها عالية عشان تبقى جميلة، والبطن تشتغل من غير امساك. ما كانش تحب ابدا ان يحصل لها امساك زي ما حصل معاها قبل كده. وكانت في وسط النهار بتاخد سناك جميلة. بعد الفطار بساعتين كانت بتاخد تمرتين مع كوب من اللبن، حاجة خفيفة بس كانت بتفرق معاها، وكانت ما بتحسسهاش ان هي جعانة ولا ان هي محرومة ابدا. كانت بتيجي على وقت الغدا، وكانت بتتغدى غدا بسيط قوي، بتاكل 5 معالق رز مع الفراخ او اللحمة، وكمان معاهم الخضار المطبوخ اللي مامتها كانت بتعمله لها. كانت ندى بتحب الكوسة مع الجزر من غير دهون تقيلة، عشان كمان القولون بتاعها ما يتعبش منها. وكمان كانت بتاخد سناك تانية، كانت بتحط فيها فاكهة مع شوية مكسرات. كانت بتحط الفاكهة اللي هي بتحبها، التفاح والخوخ والأناناس. كانت بتديها طاقة عالية قوي، وما كانتش بتخليها تزيد على الميزان أبدا. وتيجي بالليل على العشاء قبل ما تنام تاكل كوباية الزبادي بتاعتها، وتحط فيها معلقة شوفان وكمان معلقة عسل عشان تريح بطنها وتخليها تدخل الحمام الصبح من غير أي إمساك. ندى كانت بتاخد سر بسيط قوي في الزبادي، كانت بتحط عليها معلقة بذور الشيا، وكمان كانت بتحطها في اللبن، وساعات كانت تحطها في المية، وساعات كانت تحطها في عصير الموز باللبن. وده اللي خلى الإمساك يختفي من عندها. زمان كانت بتشرب مية بس، دلوقتي بقت بتغذي كمان جسمها. ندى فهمت ان الاكل مش عدو، الاكل هو اللي هيعالجك لو اخترتيه صح. انتي ممكن تعملي رجيم المية عشان تخسي بسرعة، وهتنزلي 7 كيلو، فعلا هتقدري تنزلي 7 كيلو في خلال الاسبوع. بس الخسارة السريعة ممكن تكسبك رقم على الميزان، بس كمان هتخسرك صحتك. تحبي اعملك نظام زي ندى تمشي عليه؟ مش كل رجيم يخسسك، في رجيم ممكن يرجعك للحياة، وفي رجيم ممكن يوقعك من طولك. اختاري دايما تكوني بصحة جيدة وانتي بتخسي. وفي النهاية بعد ما شفتوا قصة ندى، يا ترى هتعملوا برضو رجيم المية ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات هتعملوا رجيم المية ولا لا، ومين عمله وخس كام كيلو وتعب ازاي وصحته اتدهورت ازاي، ورجع تاني زاد ازاي وزاد كام كيلو. عارفه ان الفسيخ اكله هتاكلوها في شم النسيم، حتى لو قلت لكم ما تاكلوهاش برضو هتاكلوها. النهارده جايه لكم شويه تعليمات بسيطه كده عشان اخليكم تاكلوا الفسيخ، لان انا عن نفسي اصلا كمان بحبه. الفسيخ ما ينفعش اول حاجه لمرضى الضغط، دول ممنوع، معلش انا اسفه، مش هقدر ان انا اسمح لهم ان هم ياكلوا فسيخ ابدا، ده العدو الاول والاخير، لان الملح بيرفع معاهم الضغط وهيعمل مشكله كبيره معاهم، فمش هينفع. انا ممكن ابدل لك الملح يعني الملح الكتير اللي انت ممكن تاخديه وتبقي مش قادره تستغني عنه في اكلك بالليمون، ده بالنسبه لمرضى الضغط.
لكن تعالوا نتكلم بقى عن الفسيخ تاني. تعالوا نرجع بقى ونسيب مرضى الضغط شويه ونتكلم عن الفسيخ تاني. الفسيخ فيه مادة البروبيوتيك. الفسيخ ممتاز كأكلة غذائية، تاكليها وتستفيدي منها. فيها اوميجا 3، فيها بروتين 70% كمان اكتر من السمك العادي. الفسيخ اكلة لذيذة تاكليها بتنبسطي. المشكلة في الفسيخ ايه؟ ان انت بتاكلي كمية عيش كتير قوي معاها، بس احنا عايزين نقنن الكمية دي. هتاكلي رغيف واحد بس مش اكتر. هتاكلي فسيخ في شم النسيم، بس انا عايزاكي تزودي عليه كميه الليمون، فهتقدري بالشكل ده وتاخدي فيتامين سي بكميات عاليه، لان الجسم فعلا بيبقى محتاج الكميه دي، وما بتقدريش تاخديها غير فعلا مع اكله زي الفسيخ. تقدري تعصري ب4 و5 ليمونات على الفسيخه الواحده، مع طبعا الرغيف بتاع العيش بتاعك. بتاكلي بصل كتير، وده طبعا برضو مفيد للجسم، وبتقدريش تاكليه في العادي كتير. تقدري مع الفسيخ تاكليه بكميات كبيره. بتحطي جنب الفسيخ جنبك جرجير وخس. اهم حاجه وانتي بتجيبي الفسيخ لازم تجيبيه من مصدر موثوق فيه، لان في مشكله كبيره قوي لو هو مش متملح بالطريقه الصحيحه السليمه الصحيه، بتنمو فيه بكتيريا هوائيه، ودي بتضر الجسم وبتعمل تسمم كمان وبتسبب حالات وفاه. فهتبقى مشكله كبيره. لا، لازم نجيبه من مصدر موثوق فيه. كمان لازم الملح بتاعه يكون مش حادق قوي، يبقى الملح بتاعه متوسط. ما ينفعش يبقى مش مالح، لانه برضو هيبقى مش متملح بالطريقه الصح. السمك البوري اللي بيتجاب وبيتخمر وبيتعمل فسيخ هو سمك مفيد جدا، بس احنا بنستخدمه بطريقه غلط. الفسيخ عشان نقول ان هو اتملح صح واصبح متخمر تخمر حقيقي وفيه بكتيريا لا هوائيه مناسبه للجسم وصحيه، لازم يكون اقل حاجه اسبوعين، وفي الشتاء بيخمروه لمده 20 يوم. اعرف ازاي الفسيخه دي يا دكتور ان كانت هي حلوه اكلها او لا؟ بتفتحيها بتلاقيها حمرا من جوه، تمام. الريحه طبعا هي ريحه الفسيخ كله احنا بنحبه بريحته، بس طبعا بتبقى ريحه مش معفنه، يعني بتبقى ريحه الفسيخ اللي هو طبيعي اللي احنا عارفينها يعني. بتلاقي السمكه مش منفوخه، السمكه بتبقى ماسكه نفسها متماسكه كده، مش متهالكه تطلعي تلاقي الفص مهري كده، لا اللحمه بتبقى متماسكه ولونها لازم يبقى محمر. طيب كمان لازم من جواها ما يبقاش فيها ميه، لازم تبقى ناشفه، يعني مش معبيه ميه كده من جواها، دي كده بايظه اصلا بتعمل تسمم، دي ترميها، ممنوع تاكليها. طيب هنيجي بعد ما كلنا الفسيخ برغيف عيش واحد بس، هتشربي عصير برتقال بعده، او تشربي كركديه او كوبايه شاي. ولو هتحطي سكر يبقى لازم يبقى سكر دايت، ممنوع السكر الابيض، ده من السموم اللي انا منعاها نهائيا تماما. هتاكلي بقى قد ايه في الفسيخ؟ قد نص كف ايدك، يعني كف الايد اهو قد نص ده القطعه اللي انت تاكليها. مش تقعدي تاكلي 3 فسيخات، يعني انا سمحت لك بس ما تزوديهاش. طيب مين اللي ممنوع خالص ياكلوا فسيخ؟ وانا اسفه بقى معلش، الحوامل، لان الحوامل بيحصل لهم تسمم في الحمل وبيحصل اجهاض، ونسب كبيره جدا من الحوامل حصل معاهم الموضوع ده. لو سمحت ما تخاطريش بالبيبي اللي انت شايلاه، الروح اللي شايلاها جواكي عشان خاطر حبك للفسيخ. اصبري لما تولدي وبعدين كلي فسيخ زي ما انت عايزه، اللي بترضع، لان هي برضو هتاذي البيبي. ممنوع. امراض القلب، الناس اللي عندها امراض في القلب، امراض الضغط، امراض الكلى، كل الناس دي ممنوع ليهم الفسيخ منعا تاما. النهارده كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم ودايما هفيدكم، وهنزل لكم كل يوم فيديو جديد علشان اكلمكم عن كل حاجه وكل ظروف بتمروا بيها. تابعوني في الكومنتات قد ايه كلتوا فسيخ في شم النسيم، وكلتوا زي ما انا ما قلت ولا زودتوا الكميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.